ازيكم؟ لاول مره بسلسله البوكو اف هنشوف البوكو اف 5 برو. الموبايل ده هيكون النسخه الاعلى من البوكو اف 5 اللي اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، تقدر تروح تشوفه لو انت مهتم. ولكن الموبايل ده هيجي مع بعض المميزات الحماسيه واللي هنتعرف عليها في الفيديو ده بالتفصيل ان شاء الله. أنا لا أنساك فلسطين يشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. من ناحيه التصميم بتاع الموبايل ده، فالموبايل ده هيجي بنفس تصميم الريدمي كي 60، هو نفس التصميم بدون اي اختلاف بشكل اكيد. التصميم طبعا هيكون من البلاستيك، ولكن اللي يهمنا هي الواجهه الاماميه. بالنسبه للواجهه الاماميه والشاشه، فالشاشه هنا هتكون شاشه اوليد 6.6 انش بريزوليوشن كواد اتش دي بلس، مع معدل بيكسل بيرنج 526 بيكسل لكل انش، مع دعم ال اتش دي ار 10 بلس، مع دعم الدلبي فيجن، مع دعم الريفريش ريت السريع ال 120 هرتز، مع معدل برايتنس بيوصل لحد 1400 نتس في وضع البيك برايتنس او في وضع الذروه. الشاشه بتيجي بحواف رفيعه واستحواذ ممتاز مع دوت ديسبلاي اعلى منتصف الشاشه. ومن ناحيه المواصفات فالشاشه دي هتكون شاشه مميزه جدا. من ناحيه الاداء فعندك 8 او 12 او 16 جيجا بايت رام. نوع الرام هنا هيكون دي دي ار 5 مع 128 او 256 او 512 جيجا بايت ذاكره تخزين داخليه. ونوع الذاكره هنا هيكون يو اف اس 3.1. الموبايل كمان هيجي مع الاندرويد 13 مع الميو اي 14 مع تشيب من كوالكوم ال 8 بلس جن 1. المعالج ده هيكون 4 نانو. انت هنا بتتكلم في معالج فلاج شيب من الدرجه الاولى، يعني الموبايل ده ما بيهزرش من ناحيه الاداء تماما. كمان المعالج ده 4 نانو، يعني هيوفر اكتر في عمر البطاريه، وده النسخه المطوره من ال 8 جن 1 بيجي باداء افضل منه بنسبه 10% وبيوفر اكتر في عمر البطاريه. يعني انت هنا بتتكلم في اداء مميز جدا على الالعاب الثقيله، اي لعبه تتخيلها بقى، فالمعالج ده هيديك اداء قوي ومميز جدا، هيجيب لك اخرها حرفيا. بالنسبه للكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل ب اف 1.8، كاميرا بتدعم الاو اي اس، مع كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل ب 120 درجه، مع كاميرا ماكرو ثانيه 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاساسيه هنا بتصور فيديو 8K على 24 فريم و4K على 30 و60 فريم، مع كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل بتصور 1080 على 30 و60 و120 فريم. الموبايل هيجي مع ستيريو سبيكر، مش هيجي مع منفذ 3.5 مللي، هيجي مع واي فاي من الجيل السادس، هيجي مع بلوتوث 5.3 بيدعم الان اف سي، هيجي مع اي ار بلاستر. البصمه هنا هتكون مدفونه تحت الشاشه. الموبايل هنا يجيب بطاريه خارقه جدا 5500 ملي امبير مع شحن 67 واط، مع شحن لاسلكي بقوه 30 واط. انت هنا بتتكلم في مواصفات موبايل فلاج شيب. في مميزات موجوده في الموبايل ده مش موجوده في موبايلات ب 1200 دولار، يعني البطاريه القويه، الشحن ال 67 واط، دول مش هتلاقيهم على موبايل زي الاس 23 الترا. سعر الموبايل ده معلم هو 350 يورو، يعني انت هنا بتتكلم في حوالي 12000 جنيه مصري. طبعا في مصر مش هينزل بنفس السعر ده اكيد، يعني الموبايل ده لو زاد 2000 جنيه كمان فالموبايل لسه مازال قوي جدا. ومش هتلاقي اي موبايل في السعر ده بيقدم لك شاحن وايرلس، مش هتلاقي اي موبايل بيقدم لك المواصفات دي في الفئه السعريه اللي هو موجود فيها. انت هنا بتتكلم عن مواصفات موبايل فلاج شيب كيلر. اكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتس بخصوص الموبايل ده والتسعير بتاعه والحاجات المميزه اللي انت شايفها في الموبايل ده من وجهه نظرك. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.